وحاجه كمان للناس اللي بتقول ان زيت الانبات وزيوت الانبات عموما، يعني الرو افريكان برضه انا استخدمته وما عمليش اي حاجه، استخدمته اكتر من 12 شهر، يعني جبتها تقريبا 4 عبوات، ما عملتليش اي حاجه، ما طولتليش شعري ولا تنتوفه، لان شعري كان واقف لحد هنا ما بيطولش ابدا، ولا شعرايه واحده بتطلع، فانا اديته حقه زياده، وكنت بعمل كل حاجه عشان شعري يطول ويتقل. استخدمت حاجات كتير جدا 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 ما كانتش بتظبط. فرو افريكان استخدمته واديته حقه جدا، ما ظبطش معايا. استخدمت حاجات كتير قوي، استخدمت فاستر اللي كان طلع ده اللي هو بالثوم، كان عمل لي التهاب جامد في فروه راسي بسبب ان هو فيه كحول عالي قوي، واكيد اي حد استخدمه هيبقى عارف ده، هو فيه كحول عالي جدا، فاي حد فروه راسه حساسه هيتحسس منه. اللي بيستخدموا زيوت الانبات وبتنشف شعرهم يحطوا على الفروه بس، ويستخدموا زيت جوز الهند على بقيه شعرهم، هيشوفوا بجد نتيجه تحفه 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 يعني. او ان هو يعني حتى لو عايزين بس ترطبوا شعركم استخدموا زيت جوز الهند، بجد مش هتندموا نهائي. ده من فيرجينيا، كنت جايباه وانا هناك، بجد تحفه تحفه تحفه.